حابين تسحبوا مي من جسمكم؟ تعالوا لكم على الطريقة الأمثل لتسحيب السوائل. أنا الكوتش هادي. نحن بلعبتنا في إلنا علاقة بعلم الغذاء وعلم التمرين وعلم الأدوية. هي العلوم الثلاثة بسبب تطور العلم والدراسات الحديثة فهي بتطور دائم ومستمر، وأي حدا بيمارس لعبة كمال الأجسام فهو دائما على علم ويقين أنه دائما نحن في عنا معلومات جديدة بلعبتنا. من بين هي المعلومات الجديدة هو موضوع تسحيب السوائل قبل البطولة ب4 أو 5 أيام. هذا الموضوع خاصة مر بكتير مراحل ولا زال في طرق كتير موجودة لموضوع تسحيب السوائل، ولكن اليوم رح جيب لكم طريقة رح أعلمكم إياها هي الأسهل والأسرع والأمثل. فلما يكون جاي البطل لحتى يسحب سوائل من جسمه هو بده يكون متأكد وعرفان أنه ما عاد فيه دهون بجسمه. يعني ما بيصير تجي لعندي وانت في عندك دهون أو بطن أو كرش مثل ما بنسميه تجي تقلي يلا أنا بدي سحب سوائل. هذا الكلام مرفوض. فالبطل اللي بده يطلع على الستيج لازم تكون نسبة الدهون عنده ما بين 5 ل 8% فقط، وبالتالي لما بدي سحب سوائل وسحب مي من جسمي لازم تكون نسبة دهوني متدنية. فرح اجي قبل بطولتي ب5 أيام باليوم الخامس رح اشرب سوائل بمقدار 8 لتر مي باليوم، ورح نجي باليوم الرابع رح ناخد 4 لتر باليوم، ومنجي باليوم الثالث رح نشرب 2 لتر باليوم. وبالتالي مثل ما لكم ملاحظين انه كل يوم عم تصير الكمية هي النص فقط، لانه التحميل الزايد للمي بيعطيني اشارات للدماغ انه نحن صار عنا فائض من المي بالجسم، فعطي اشارات واوامر بتسحيب وتصريف هي السوائل اللي عم تفوت. فلما انا عم فوتت 8 لتر بعدين 4 لتر بعدين لترين، هون لازم ارفع كمية الصوديوم شوي صغيرة بأكلي. فبقي آخر يومين قبل البطولة، باليوم يلي قبل الأخير رح نفوت من الصبح للظهر فقط 1 لتر، ومن بعد الظهر لتاني يوم البطولة منصير منفوت المي منسميها بطريقة التقطير، يعني يا دوب تبل ريقك بل، وبتجي هاي الحركة بالتزامن مع إيقاف الصوديوم كلياً على جسمي. فهذا الموضوع إذا ساويناه بهي الطريقة نحن أبداً ما رح نضطر نفوت أدوية على جسمنا وناخد مدرات بول. وتسحيب السوائل جداً مهم قبل البطولة لحتى شرش أكتر وتظهر الديفينيشن تبع العضلات. وبنفس الوقت نحن كنا عم نفوت كميات قليلة ومناسبة من الصوديوم كرمال ما يصير معي تشنجات بالعضلات، لأن هي التشنجات تبع العضلات ممكن لا سمح الله تطلع معي هي التشنجات أنا وعلى المسرح. فلازم يكون في توازن بالأملاح يلي بجسمي كرمال ما يصير في تقلصات شديدة على المسرح، أو ممكن يصير في عنا صدمة بالشوارد على القلب بالجسم ونكون بشي ونصير بشي تاني. مثل ما قلت لكم في كتير طرق وكتير أساليب لتسحيب السوائل، ولكن هي الطريقة هي الأسلس والأمثل، وهي الطريقة يلي جهزت فيها الأبطال لهالموسم هذا كان كل شي لليوم أصدقائي. استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة معلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.